وينتهي به أيضا. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن بعد أن انتهينا من مقام أداء مقام البيات ننتقل إلى مقام سيقا أو سيكا كما يسمى في بعض البلدان، سيكا أو سيقا. نعم. نعم إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن أيضا ننتقل إلى مقام آخر وهو الحجاز ديوان. الحجاز ديوان طبعا مقام حزين وهو من المقامات الرئيسية وفيه فروع طبعا، لكن نحن نقتصر على نأخذ لمحة بسيطة عن كل مقام. هذه المقامات إخواني يعني مررنا بها مرورا سريعا وأخذنا من كل مقام الطابع العام لكل مقام، يعني لمحة عن كل مقام. نعم. لأن المقامات يعني كل مقام فيه تفريعات كثيرة وقطع وأوصال، هذا مو موضوعنا. نحن أيضا لا نريد أن نوغل ونتعمق في الموضوع لكي لا نخرج عن الهدف الرئيسي اللي هو تحسين الصوت بتلاوة القرآن الكريم وتوظيفنا للمقامات لخدمة القرآن الكريم. نعم. والآن نؤدي مقام الحجاز. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا مقام الحجاز. والآن أنتقل أيضا إلى المقام الرست. مقام الرست طبعا مقام فيه شموخ، فيه شجن، ويسمى يطلقون عليه يعني أداء الملوك لما فيه هيبة وتكمن في رجولية الأداء. يحتاج إلى صوت، مقام الرست يحتاج إلى صوت عريض، مساحة صوتية عريضة نعم. وغالبا ما يؤدى
بالأذان، طبعا بتلاوة القرآن الكريم أكيد، لكن أيضا تعارف يعني المؤذنون على أداء الأذان بمقام الرست. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هذه المقامات إخواني فيها تصرفات نغمية كثيرة وقفلات وقطع وأوصال، تلاحظ. يعني نحن لم ندخل إلى التفريعات ولم نتعرض إلى موضوع القطع والأوصال والتفريعات اكتفينا بلمحات بسيطة، لمحة بسيطة عن كل مقام. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.